بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. هنعمل النهاردة الراعي الرسمي للشتاء، القرص الطرية. هنعمل النهاردة قرص طرية محشية عجوة. بصي يعني حاجة كده من الآخر، هتعجبك جدا وهتحبيها جدا، ناعمة جدا وطرية وواخدة لون تحفة. بصوا التسوية ولا الريحة بقى، مش قادرة اقولك كانت حلوة ازاي. الحشو بقى يرجع لك، ممكن تحشيها جبنة وممكن تحشيها عجوة زي ما هنحشيها النهاردة. بصوا طرية ازاي، ما شاء الله. بصوا، والحشوة في النص بالظبط، لا طالعة فوق ولا نازلة تحت. ما شاء الله، يعني حاجة تحفة وناعمة جدا وهشة وطرية وكل الصفات الحلوة فيها. فيعني حاجة من الآخر. طبعا دي جنب كوباية شاي بلبن على الفطار الصبح، وتبقى حاجة عظمة تمام التمام. فيلا نسمي بسم الله كده ونشوف عملناها ازاي مع بعض. معايا هنا كيلو وربع من الدقيق، متعدد الاستخدام أو دقيق المخبوزات. تمام. ننزل عليه بمعلقة صغيرة ملح، 3 معالق كبار من اللبن البودر، وباكو بيكنج باودر كامل، كله هتحطيه كله. تمام. نقلب المكونات الجافة دي مع بعض، الملح والبودر واللبن البودر. ما عندكيش لبن بودرة استغني عنه، مفيش مشكلة. هنجيب البولة بتاعتنا، نبتدي نضيف فيها معلقتين كبار من السكر بالشكل ده، وننزل عليهم بربع كوباية من المية الدافية. المية تكون دافية ما تكونش سخنة عشان ما تموتش الخميرة، مية دافية. ننزل عليهم باتنين باكت من الخميرة، معلقتين كبار يعني خميرة فورية. عندك خميرة بيرة اشتغلي بيها. هتشتغلي بقد ايه؟ بحتة قد عين الجمل، قد حبة عين الجمل لو الخميرة بيرة. تمام. ندوب كده الخميرة مع السكر والمية الدافية ونركنهم على جنب شوية. معايا هنا كوباية من السمنة والزيت أو الزبدة والزيت، المتوفر عندك استخدميه. طبعا الزبدة أو السمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ، تكون طرية بالشكل ده كده. هبتدي بقى أبس الدقيق بالسمنة والزيت. الخطوة دي مهمة جدا علشان هي اللي هتديكي بصوا السمنة طرية جدا. ده اللي انا بقول عليه، لازم السمنة او الزبدة اللي هتشتغلي بيها تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ. والخطوة دي مهمة ليه؟ هتديكي طراوة حلوة جدا للقرص بتاعتك، وهتديها طعم غني جدا، خصوصا لو كانت زبدة. فما تستغنيش عن الخطوة دي. هنبس كده كل الدقيق مع الزبدة او السمنة والزيت كويس جدا لحد ما يبقى معاكي بالشكل اللي هتشوفيه ده. بصوا بقى لحد ما يبقى معاكي بالشكل ده، تبقى عاملة زي الرملة المبلولة كده. لحد كده ما امسك شوية دقيق في ايدي واضغط عليهم يتكونوا معايا كتلة واحدة بالشكل ده كده. اول ما اضغط على الدقيق بالشكل ده يتكون معايا كتلة واحدة، يبقى كده انا تمام. استنى مفرفط معاكي الدقيق وما عملش معاكي الخطوة دي، ارجعي زودي كمان شوية من الزبدة والزيت. تمام. خلاص خلصنا بس الدقيق. نبتدي نضيف عليه الخميرة بعد ما عليت شوية بالشكل ده. نبتدي نضيف الخميرة بتاعتنا. خلاص. عندي بقى لبن رايب. انتي بقى عندك شوية كده من اللبن الرايب حلوين يكونوا دافيين، ندفيه. تمام. نشتغل بكل حاجة دافية يا جماعة علشان الخميرة تنشط معاكي على طول، وده يكون أفضل. اللبن الرايب هتنزلي بيه شوية بشوية. احنا ما بنعجنش القرص، ما بتتعجنش القرص، بتتلم بس. يعني انا مش هحدد لك كمية اللبن الرايب، انتي هتضيفي شوية بشوية لحد العجينة ما تلم معاكي، لان احنا مش هنعجن فيها كتير. انزلي بشوية لبن رايب شوية بشوية، أو لبن عادي لو مش عندك اللبن الرايب، لحد ما تتكون معاكي عجينة. وطبعا أنا كنت نسيت القشطة كالعادة، فنزلت بمعلقتين 3 حلوين كده من القشطة. متوفر عندك تمام، مش متوفر استغني عنهم، مفيش أي مشكلة. ولكن القشطة هتديكي نعومة وطعم غني للقرص، بتدي طعم حلو جدا يا جماعة والله. فلو مش متوفرة عندك ممكن تستبدليها، مفيش أي مشكلة بقشطة وش اللبن. آه،
مش متوفرة خلاص استغني عنها خالص، ولكن هي مهمة جدا في الوصفة. يا تستبدليها زي ما قلتلك بقشطة وش اللبن أو استغني عنها. ولكن لو هتستغني عن اللبن البودر ما تستغنيش عن القشطة، ولو هتستغني عن القشطة ما تستغنيش عن اللبن البودر. لازم تكون حاجة فيه منهم الاتنين موجودة معاكي في العجينة علشان تديكي طراوة حلوة جدا وطعم لذيذ وغني للقرص بتاعتك. خلاص، لمينا العجينة بتاعتنا بالشكل ده. احنا مش هنعجن خالص، ما بتتعجنش، نلمها بس لحد ايه كل المكونات ما تندمج مع بعض بالشكل ده. اهي بتبقى ده شكلها. مش لازم يكون وشها ناعم واملس ولا اي حاجه، لان احنا ما عجناش كويس، احنا لمينا العجينه بس. نسيبها تخمر لمده ساعه في مكان دافي. في الشتاء والسقعه اللي احنا فيها دي نسيبها تخمر ساعه. نغطيها بقى بكيس وبفوطه نظيفه ونسيبها ساعه تخمر لحد ما نحضر بقى ايه العجوه بتاعتنا. بصوا بقى بعد ساعة كان ده شكلها، كانت ملت البولة تماما اهو بالشكل ده. عجينة معايا ريحتها اساسا من قبل ما تنخبز وقبل ما نعمل فيها اي حاجة، يعني ريحتها تحفة وملمسها ناعم، مفيش فيه غلطة. نبتدي بقى نقطعها كده قد الليمونة الكبيرة او قد البيضة، يعني اللي يعجبك. هي تكون بس اهم حاجة يكون كل قطعة فيهم قد بعض. لو عندك ميزانة ممكن توزنيهم عشان يطلع معاكي كله حجم واحد وكله سوا واحد، ما تكونش واحدة تخينة وواحدة رفيعة بالشكل ده. تاني هناخد حتة عجينة نبتدي نكورها لجوه بالشكل ده، نلمها على بعضها كده وبعدين نقلبها ونبتدي نلفها كده. خلاص هي كده تمام. نخلص احنا كل الكمية. عملت معايا 56 قرصة. تمام، دول 56 واحدة. عندي العجوة عجنتها بمعلقة من الزبدة وشوية من القرفة ومعلقتين كبار من السمسم. عجنت فيها وبعدين قطعتها دواير كده بالشكل ده. تمام اهو ده شكلها يا جماعة. خلاص هنجيب بقى اول واحدة قطعناها من العجين ونبتدي نفردها. مش هنحتاج نشابة ومش هنحتاج اي حاجة، بايدينا اضغط عليها كده بايدي، ابططها كده زي ما بنقول. خلاص ده سمكها اللي انا عايزاه، مش رفيع ومش تخين. هنجيب بقى العجوة بتاعتنا، هنحط العجوة في النص بالشكل ده ونبتدي نقفل عليها كده. خلاص قفلناها. هنبتدي نبططها بقى تاني بالشكل ده كده، مش هنكورها هنبططها نفردها. خلاص فيبقى ده شكلها. في صينية بقى اللي هخبز فيها اللي هدخلها الفرن تكون مدهونة دهنة خفيفة من الزيت، وابتدي ارص فيها القرص بتاعتي بالشكل ده. تمام، ادي الصينية دهنها دهنة خفيفة من الزيت وابتدي ارص فيها القرص بتاعتنا. نعمل واحدة كمان، نجيب اللي بعدها نبتدي نبططها بالشكل ده او نضغط عليها كده اهو زي ما انتوا شايفين زي ما واضح في الفيديو. نجيب حتة العجوة بتاعتنا نقفل عليها بالشكل ده كده اهو. طبعا مش هنسيبها تخينة كده، نبتدي نفردها شوية كده بساط لحد ما تبقى معايا السمك اللي انا عايزاه. ده السمك وده الشكل المطلوب اهو. ده شكلها يا جماعة، تكون مقفلة كويس من تحت.
علشان العجوة ما تتحرقش. نبتدي نرصها جنب اخواتها في الصينية ونكمل بقى الباقي. تاني كمان واحدة، نحط العجوة. عملت معاكم اكتر من واحدة علشان يبقى الموضوع واضح معاكم. خلاص، ونفردها جنب اخواتها. هنا بقى هنعمل السادة. لو حابة تعملي شوية سادة يا دوب هتفرديها بس، هتاخدي الكورة اللي انت عملتيها وتبتدي تفرديها فقط لا غير اهو، وده سمكها. دي القرص السادة بس كده يا ستي. كمان واحدة، نبتدي نجيب الكورة نفردها ونرصها في الصينية. هي دي القرص السادة، ما فيهاش اي افتكاسات. بعد كده يا ستي هتسيبيه يخمر حوالي 20 دقيقة، كمان 25 دقيقة قبل ما تدخليه الفرن. من 25 دقيقة لنص ساعة. ده شكله يا جماعة بعد ما خمر النص ساعة. سبته نص ساعة. طبعا الفرن يكون متشغل قبل ما يدخل، قبل ما ادخل القرص الفرن، على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص بالشكل ده. تطلع معاكي لحد ما تاخد اللون الذهبي التحفة ده، وتاخد معاكي التسوية المظبوطة. يبقى درجة حرارة 200 على حسب فرنك. بصوا التسوية ما شاء الله. هتطلع معاكي ناعمة وطرية جدا، والطعم بصوا مش قادرة اقول لكم، الريحة كانت جايبة اخر الشارع ما شاء الله، وطعمها تحفة. زي ما قلت لك، جنب كوباية شاي بلبن على الفطار الصبح تبقى حاجة كده عظمة. فطار مغذي لذيذ، حلو جدا لينا ولأطفالنا، وبألف هنا لكل اللي هيجرب الوصفة. بصوا تحفة يا جماعة والله. جربي الوصفة وانت هتدعي لي. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تعملي لي لايك واشتراك للقناة، ودايما ما تنسيش تعليق حلو منكم. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ودايما دايما يا رب تكونوا دايما سالمين. مع السلامة.